السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة مجنون حلاقة، أهلا بيكم. الناس اللي بتدور على باكج يكون تدريج وزيرو وتنعيم، ثلاث حاجات مع بعض بس بسعر يكون حنين. عملت لكم ريفيو قبل كده على باكج الملوك، ثلاث مكانات دول الفرعوني، طبعا سعره معدي ال 2000 جنيه. ففي ناس طلبت مني عايزين حاجة نفس الكلام بس بسعر أقل، فئة تكون تحت ال 2000 جنيه. موضوع فيديو النهارده باكج الغلابة، أنا سميته كده زي ما سمينا ده باكج الملوك لأنه معدي ال 2000 وشوية، ده سميته باكج الغلابه لانه تحت ال 2000. الباكج مكون من ثلاث مكانات زي ما انتم شايفين كده، تدريج وزيرو وتنعيم. البراند بتاعنا في جي ار، اسم الباكج او الرقم بتاعه 644. نشوف كده المعلومات بتاعته والبيانات ولا نفتح العلبه الاول؟ تعالى نفتح العلبه ونشوف كل مكنه لوحدها دنيتها ايه. شكل الباكج اهو كده، ده كده شكل الباكج من جوه. هنشوف كل مكنه لوحدها امكانياتها ايه ومعاها ايه. اول حاجه معانا مكنه التدريج، هو ده شكلها بشاشه ديجيتال علشان تعرفك الشحن كام في المية. المكنه قوتها 2000 ملي امبير، بتشحن في حوالي 3 ساعات وبتدي لك شغل حوالي 200 دقيقه، يعني برضو 3 ساعات زيهم. يجي مع المكنه 6 درجات، 6 درجات بادئين معايا من اول درجه النص، درجه النص، وده الماتيريال بتاعهم. تمام، ماتيريال حلو على فكره وقوي زي اللي كان بيجي مع المكنه ال 675 اللي هم الاثنين في واحد، دول دلوقتي بقى 3 في 1. الدرجات بتاعتنا بتبدا من اول درجه النص لحد اخر درجه، واعلى درجه فيهم هي درجه ال 13 مللي. لما بتركب على المكنه ما بتسمعش صوت اهتزاز المشط نفسه، ده كده صوت المكنه بالمناسبه. المشط ما بيتهزش فيها، ما بترجش، تحس ان هو ثابت، تتحكم فيه زي ما انت عايز. اما بقى الدراع بتاعها فهو تكات زي ما معظم الناس بتحب. دي كده كانت اول مكنه معانا. تعال نشوف الزيرو شكلها ايه. تاني حاجه معانا مكنه الزيرو، هي نفس الشكل بس على صغير برضو. لما بتشغلها بتدي لك الشاشه، بيان الشاشه علشان تعرف هي فاضل كام في المية. المكنه الصغيره دي بقوه 600 ملي امبير وبتدي لك شغل حوالي ساعتين متواصلين بعد مده شحن برضو ساعتين متواصلين. بيجي معاها 4 درجات، من اول درجه ال1 ملي، 1 و2 و3 و4 ملي، اعلى شويه من 19 49 في الدرجات بتاعتها. لكن الزيرو بتاعها كويس جدا، مناسب ان انت لو هتحلق دقنك زيرو او حتى هتستخدمها استخدام داخلي. الشفره بتاعتها ناعمه مش حاميه، ينفع تمشي معانا دقن وينفع كمان تمشي بادي واندر ارم. خش على مكنه التنعيم ونشوف امكانياتها ايه. اخر حاجه معانا في الباكج هي مكنه التنعيم، ده شكلها وبرده بشاشه ديجيتال. البطاريه بتاعتها حوالي 600 ملي امبير، قريبه قوي من شغل ال 2026، لكن مفيش فيها قطعه الزيرو في الظهر. ليه؟ لان انت اصلا معاك مكنه زيرو جايه مع الباكج نفسه. المكنه بتشحن في حوالي ساعتين او ساعه ونص، وبتدي لك شغل برده متواصل من ساعه لساعه ونص، حوالي 80 دقيقه بالظبط. التنعيم بتاعها كويس، الشفرات الخارجيه موجوده متوفره، لو حصل حاجه في الشبكات موجوده عندنا او عند غيرنا هتلاقيها ان شاء الله. بيجي معاهم وصلتين شحن، مش 3 وصلات، هم وصلتين. وتعود كده اللي مرسوم على ظهر العلبه هو اللي تستلمه. وانت بتشتري المكنه في حاجه مرسومه كده في ظهر العلبه، القطع بتاعتها بتبقى موجوده. استلم المكنه بتاعتك على اساس القطع اللي موجوده في ظهر العلبه. يعني لو موجود 3 وصلات شواحن هتاخد 3، لكن هنا موجود وصلتين فبتاخد الوصلتين دول. وطبعا موجود معاهم الفرشه والمزيته اللي هم لا غنى عنهم في اي مكنه تاني. وهتلاقي معاهم برضو الجراب ده، الجراب ده بقى خاص بمكنه التنعيم، عشان لو انت حابب تاخد المكنه معاك سفر او في اي مكان تحط المكنه بتاعتك في الجراب الحلو ده اهي، تبقى معاك في جيبك في عربيتك في اي حته. وكمان معاها المشط ده، حاجه كده صغننه، مشط تسريح او مشط حلاقه، ممكن تاخده برضو معاك للحلاق. ده كده كان الباكج بتاعنا للناس اللي عايزه تمتلك باكج كامل فيه كل حاجه، زيرو تنعيم وتدريج. تقدر تستخدمه كمستخدم شخصي، ولو انت حلاق برضو تقدر تستخدمه عندك في المحل، يبقى سناده معاك ويسند جنب المكن اللي موجود عندك. المكن كويس جدا ومحترم، الماتيريال بتاعه عالي. طبعا شركه في جي ار مشهوره وعملنا عليها ريفيوهات كتير على كذا موديل موجودين عندنا. اللي عايز يعرف سعر المنتج هسيب لك ان شاء الله رابط الواتساب ورقم الواتس وكمان عنواننا في الانبوكس تحت الفيديو. تحياتي ليكم ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.